السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه كده انا النهارده هكلمكم عن الفعل اوبريت. تمام. الفعل ده طبعا ليه تكوين كتير، يعني ليه لما كل ما يجي في جمله تكوين الجمله بيبقى ليه قاعده يعني. تمام. فالاوبريت ده يعني ايه يعني كلمه اوبريت؟ ده فيرب بمعنى يشغل او يجري جراحه. يبقى النون بتاعها ايه؟ نون منها ايه؟ اوبريشن. طب يعني ايه اوبريشن؟ يعني معناها عمليه جراحيه او تشغيل المكن والالات. تمام. طب في كلمه كده مشابهه ليها اسمها بروسيس. بروسيس برضو معناها عمليه، بس ايه الفرق ما بينهم؟ تعالوا بقى نقول ايه الفرق ما بينهم، بعد كده نرجع تاني للاوبريت يعني. تمام. فالفرق ما بين اوبريشن وبروسيس ان بروسيس دي معناها عمليه، بس عمليه برضو بس عمليه فيها تغيير. تمام. هي عمليه بس فيها تغييرات، يعني مثلا زي عمليه البناء الضوئي، زي مثلا عمليه التنفس الخلوي اللي هي في الاحياء. تمام. فاي عمليه فيها تغيير بتبقى معناها بروسيس، لكن اوبريشن دي معناها عمليه جراحيه او عمليه عسكريه. تمام. اي حاجه فيها بيزنس تبقى اوبريشن. تمام. غير كده بقى اي حاجه فيها تغييرات، اي حاجه من يعني مش ثابته، بنغير مثلا بنطلع ثاني اكسيد الكربون ناخد اكسجين كده يعني، زي عمليه البناء الضوئي، عمليه التنفس الخلوي، كل ده هنختار بروسيس. تمام. وكمان ساعات في كتير قوي بيتكرر في الترجمه، هتلاقوا مثلا كلمه educational بروسيس يعني عمليه تعليميه يعني. تمام. فeducational هتلاقوا دايما معاها بروسيس مش اوبريشن. تمام. نرجع بقى لموضوعنا ان اوبريشن معناها عمليه جراحيه. طب ايه بقى لو انا حطيت، يعني لو جالي جمله عاديه فيها فاعل اللي هو مثلا زي الدكتور، انا هختار ايه؟ طيب اوبريشن بيجي معاه فيرب ايه؟ طيب اوبريشن معناها عمليه جراحيه، انا عايزه بقى اقول هو يقوم بعمليه جراحيه او بيؤدي بعمليه جراحيه. طيب ليها 3 كلمات، ليه 3 افعال يعني، دو او بيفورم او كاري اوت. 3 افعال دول لازم يجوا مع اوبريشن عمليه جراحيه، مش شرط اوبريشن يعني. ممكن اي حاجه، اي تخصص في الطب نختار معاها الافعال دي، يعني مش لازم عمليه جراحيه. ممكن نقول مثلا فيرست ايد، اسعافات اوليه. تمام. اي حاجه في مجال الطبي بيبقى بنحط 3 افعال بمعنى يؤدي او يجري عمليه جراحيه، يجري او ايا كان بقى، مش لازم عمليه جراحيه. فاهمين؟ يعني انا اقصد اي مجال طبي محطوط هنا، يعني محطوط في الاخر، فانا عايزه الفعل اللي هيجي معاها، الافعال اللي هتيجي مع الاجراءات الطبيه هي دو او بيفورم او كاري اوت. تمام كده ماشي. زي ما انا مثلا لو قلت دكتور نقط اوبريشن، انا عايزه بقى اقول ان الدكتور بيعمل او يؤدي او يقوم بعمليه جراحيه، فانا هحط يا دو يا بيفورم يا كاري اوت. تمام. طب انا بقى لو عكست، لو انا جبت المريض في الاول بعد كده جبت الدكتور في الاخر، يعني انا قلت ان المريض اجري له عمليه جراحيه بواسطه الدكتور، هيبقى التكوين عامل ازاي؟ في حاله ان يكون بدا بالمريض اللي هو بمبني المجهول اللي هو اتعمل له، اكيد هو ما عملش لنفسه، هنحط يهاز يهاز يهاز. طبعا ده حسب المريض، ده لو كان مفرد يبقى هاز، لو كان جمع يبقى هاف، لكن لو كان في الماضي يعني اجري له عمليه جراحيه في الماضي يبقى هات. تمام. فتاني بقى، لو انا قلت فاعل او الدكتور او الجراح او الممرضه عملت عمليه جراحيه، فانا هختار معاها يا دو يا بيفورم يا كاري اوت. لو كان الفاعل بعد كده نقط، بعد كده اي اجراء طبي، مش لازم اوبريشن، بس انا بمثل على اوبريشن. تمام. يعني ندي مثال على اوبريشن عشان هنا بنتكلم عن فعل اوبريت. تمام. فانا لو قلت مثلا دكتور نقط اوبريشن، تمام، فانا هقول يا دو يا بيفورم يا كاري اوت. تمام. زي مثلا لو قلنا، هديكم مثال بقى، لو انا قلت مثلا سيرجن دو اوبريشنز اون بيبل ان هوسبيتال. تمام. فانا بقول هنا ان الجراحين بيقوموا عمليات جراحيه للناس في المستشفى. ماشي. فهنا عايز بقى، هنا قلنا يا دو يا بيفورم يا كاري اوت، ممكن نستبدل دو ببيفورم او كاري اوت. طب لو انا مثلا بقى جبتها مبني مجهول، لو انا بدات الجراحيه هي مستمره في عمليات الجراحيه، عشان انا قلت هنا از هافينج. تمام. دي مستمر، عمليه جراحيه في قلبها. تمام. فهنا بدأنا بالمفعول، المريض نفسه يعني، فهنحط يا هاف يا هاز يا هات. طيب الحاله الثالثه بقى، بصوا هما 3 حالات. الحاله الاولى لما يكون في دكتور في الاول وفي نقط بعد كده في الاخر اجراء طبي. الحاله الثانيه لما يكون بادئ بالمريض بعد كده في نقط بعد كده الدكتور نفسه. الحاله الثالثه بقى لما يكون في دكتور وفي نقط بعد كده في الاخر في مريض. تمام. يعني فرقوا، يعني في الموضوع يعني في كلمه اوبريشن عامه لما احط معاها فعل ليه 3 حالات. لو كانت الجمله بادئه بفاعل والناحيه الثانيه في الاخر يعني عمليه جراحيه، فيرست ايد، اسعافات اوليه، اي حاجه، في اي اجراء طبي، فانا هقول ان هو عمل اجراء طبي، فهنحط يا دو يا بيفورم يا كاري اوت. الحاله الثانيه لو كان في المريض نفسه
وفي الاخر خالص كان في الفاعل اللي هو الدكتور نفسه، فانا هحط هنا يهاف يهاز يهاد. الحاله الثالثه بقى لو كان في دكتور وفي الاخر في مريض، فانا عايزه اقول ان الدكتور اجرى عمليه جراحيه للمريض ده، فهنقول ايه وقتها بقى operated on، معناها يعني يجري عمليه جراحيه. تمام، فلو قلت مثلا دكتور operated on مثلا patient، يعني هو اجرى عمليه جراحيه للمريض. في ملحوظه كمان يا جماعه ان العمليات الجراحيه لا تبنى للمجهول، يعني ما ينفعش اقول operated، لا ما ينفعش اقول مثلا is operated او are operated. يعني مثلا ما ينفعش اقول ان مثلا she is operated فيرست ايد، يعني اتعمل لها عمليه، اتعمل لها اسعافات اوليه، لا ما ينفعش اقول از اوبريتد، دي ما ينفعش من المجهول ابدا. حتى هنا في الحاله الثانيه لو فاكرين لما هنا جبنا المريض بعد كده جبنا في الاخر الدكتور، قلنا هاف او هاز او هاد، ما جبناش خالص سيره اوبريتد. تمام، نلخص بقى كل اللي قلنا ده عشان حاسه انت تهتوا مني. حاجه في الاول خالص عندنا فعل اسمه اوبريت يعني معناه يشغل او يقوم بعمليه جراحيه. طب النون منها اسمها اوبريشن، وقلنا طبعا الفرق بين اوبريشن وبروسيس. تمام، دي سهله عادي. تمام، اوبريشن بقى معناه عمليه جراحيه. لو انا عايزه اقول انا بقوم بعمليه جراحيه احط الفيرب ايه بالظبط؟ ففي ثلاث حالات لو هنحط الفيرب مع اوبريشن. اول حاله لو كان في دكتور في الاول، بعد كده نقط، بعد كده العمليه الجراحيه او الاجراء طبي او اسعافات اوليه ايا كان يعني. تمام، لو في دكتور وفي هنا اجراء طبي هنحط دو او بيفورم او كاري اوت. تمام، تاني حاله لو كان في المريض واخر الجمله خالص كان في الدكتور. تمام، يعني هنا كده يعني هي باينه لنا لها كانها مبنيه للمجهول. تمام، فهنا ما ينفعش نقول اوبريتد، هتلاقوها موجوده في الاختيارات فانتوا ما تختاروهاش. فهنا هنقول وقتها يا هاف يا هاز يا هاد، يعني لو في مريض هنختار هاف او هاز او هاد. لو كان في دكتور في الاول حسب بقى، لو الدكتور مع العمليه الجراحيه في الاخر اللي هي الحاله الاولى يعني يا دو يا بيفورم يا كاري اوت. طب الحاله الثالثه بقى لا، هنا قلنا وقتها الدكتور بعد كده نقط بعد كده المريض، يعني دكتور مع مريض مع بعض هنقول اوبريتد اون. تمام، يا رب تكونوا كده فهمتوا مني ومتلخبطتوش. بس يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يشتركوا من القناه على طول. سلام.